يمكن الوقت صعب كتير انك تقوم الفجر عشان تصليه، سواء انت صاحي او كمان نايم، وده اكتر لانك متدفي طبعا تحت البطانية وانتي كمان. لكن صدقوني احنا محتاجين قوي ربنا، مفيش وقت خالص. اكتر حاجة لازم تتشبث وتتشبثي بيها، لان اول شيء حتى هنسأل عليه في قبرنا ويوم القيامة الصلاة. الصلاة اللي هي نور لينا في حياتنا، الصلاة اللي هي بتنظم وقتنا وبتنظم حياتنا والالتزام بالصلاة. بيقولك الورد من القرآن، والالتزام على طريق ربنا سبحانه وتعالى هو بيخليك تلتزم في كل حاجة في الكون. وكلنا أصحاب ذنوب ومعاصي ومحدش خالي حتى لو أنا، بس الصلاة والأوراد من القرآن الكريم لازم تتشبث بيها وتتشبثي بيها. لازم في الوقت ده تجاهد نفسك وتجاهدي نفسك وتقومي تصلي ركعتين الفجر، وبعد ركعتين الفجر تجتهد وتقرأ ولو ورد بسيط جدا من القرآن الكريم. تاني حاجة بقى، في عهد سيدنا عمر بن الخطاب لما اهتزت الأرض من تحته ما قالش إنها مجرد ظاهرة طبيعية وخلاص، ما قعدش يسخر ويتريق ويتكلم كده وبس نهائي، بل قال حاجة مهمة قوي. قال سيدنا عمر بن الخطاب: أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عند شيء أحدثتموه. وعند شيء أحدثتموه دي حاجة مش إنها حاجة يعني عادية، لا، ذنب وذنب كبير جدا. أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا عند شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيدي إن عادت أو لئن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. وخلي بالكم سيدنا عمر بن الخطاب لما قال الكلام ده كان قاله وهو في المدينة المنورة، يعني أصحاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عايشين ومتواجدين. إيه أيامها اللي حصل قوي كده علشان يحصل الكلام ده، وعشان حضرة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول ويتكلم بالطريقة دي. طب تخيلوا أيامها وأصحاب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا متواجدين وموجودين، وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول الكلام ده في المدينة المنورة. وما احنا دلوقتي بقى ايه المفروض نقول؟ ايه ولا المفروض نعمل ايه؟ وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في الزلازل والأعصار والرياح ما كانش بيهزر ولا يقعد يتكلم كده زينا زي ما بنعمل على السوشيال ميديا. وحتى لو احنا عملنا، يعني مش عارفة اقول ايه، بس احنا لازم ان احنا نحس برعب ورهبة، لان الموضوع مش سهل يا جماعة. وعلى فكرة كلما كثرت الزلازل ظهرت كمان الفتن، كلما كان هذا من علامات يوم القيامة. فاحنا لازم نخاف ولازم نخلي بالنا على قد ما نقدر. وبالمناسبة أنا لست داعية إسلامية ولست شيخة، أنا على باب ربنا، يعني ربنا عالم بالواحد فيه، بس أنا مسلمة، يعني بأذكر نفسي على قد ما أقدر وأذكر الغير برضو على قد ما أقدر. يعني كلنا في الهوى سوا زي ما بيقولوا مليانين، لكن بنحاول ولو يعني بأي شعرة كده. يمكن أنا ما حسيتش بالزلزال خالص نهائي، ويمكن كتير ما حسوش وفي ناس حسوا، لكن انا حسيت بحاجة تانية، خصوصا بعد ما شفت الانهيار اللي حصل بسبب الزلزال ده في تركيا وسوريا وبيقولوا اول لبنان. فربنا يا رب يعني يصبر ويرحم اللي مات. ان يعني الموضوع مرعب، وزي ما سيدنا عمر قال شيء احدثناه، فلازم نخلي بالنا والاستغفار والدعاء كتير. تخيل ان كان ممكن يحصل الزلزال ده لو انت ما حسيتش بيه او حسيتي بيه او انت كمان، وتلاقي فجأة انت دلوقتي حالا موت. تخيل انت نايم او صاحي او انت كمان، والزلزال ده حصل وهد البيت باللي فيه باللي عليه وموتي، او اللي معاكي ماتوا، او انت نجيتي ولا انت نجيت لو ربنا اراد، واللي حواليك مات من اهل بيتك. يعني ايه الوضع؟ ايه الاحساس؟ طب تخيل انت دلوقتي مت وبتحاسب خلاص امام الله. يعني تخيل لما انت تكون قاعد فجأة او رحت نمت او انتي، وفجأة هو ده الموت ممكن يحصل في اي وقت، يعني مش شرط موضوع الزلزال، ولكن يعني كتذكرة ونوع من التخيل الفكري ان انا تخيلته. ايه بقى؟ صعبة مش سهلة خالص. انه يعني ايه
الزلزال يحصل يروح هادد البيت كله زي ما انا شفته في الصور، لمجرد صور انا شفتها او لمجرد صور انت شفتيها، يعني ما كانش صعب علينا. وفي ناس كتير طبعا ما اتريقتش او سخرت، وفي ناس قبليها قعدت قبل ما نشوف الصور قعدوا يتريقوا ويسخروا وبشكل فكاهي او ضحك. الموضوع مش محتاج ضحك خالص، الموضوع محتاج بكا والله. يعني انا قعدت افكر، الموضوع مش محتاج ضحك خالص، ولا يستدعى للضحك ولا السخريه. ودي تبقى كارثه لو احنا فضلنا على هذا الشعور، يعني تبقى كارثه والله. يبقى احنا فعلا في غفله، وغفله من كل حاجه. يعني موضوع مرعب يا جماعه، انا مش عايزه اتقل عليكم واطول. اختصار، خلينا نقرب من ربنا، والثوابت عندنا لازم يعني تكون قويه، والصلاه والدعاء والاستغفار. ومهما كان ذنبك او ذنبك، استغفري الله سبحانه وتعالى وتوبي الى الله سبحانه وتعالى، واثبتي على اي شعره انت عليها وانت عليها، اثبت على اي حاجه، لان احنا كلنا مش خاليين، ولان خلاص ايامنا معدوده، فربنا يستر.